أيضا هناك أمر أريد أن ألفت إليه النظر، الكاف واللام. الكاف في الماضي لم تكن تلتبس باللام، لكنها بعد ذلك على يد الخطاطين تطور شكلها فصارت تلتبس باللام، فاحتيج إلى تمييزها عن اللام. انظروا إلى اللوحة التالية التي تبين لنا تطور كتابة الكاف. نرى على اللوحة تطور كتابة الكاف. كانت الكاف المفردة والمتطرفة، المتطرفة معناها موصولة بما قبلها، متميزة عن اللام بشكلها. انظروا إلى اللوحة المخطوطة على اليسار في دائرة حمراء. لو رأيتم هذا الذي ترونه ضمن الدائرة الحمراء، هذه كاف متميزة تماما عن اللام. نعود إلى الكتابة، إلا أنها تطورت مع تطور الخط العربي حتى أشبهت اللام، فميزت عنها بوضع كاف زنادية صغيرة. الكاف الزنادية هي التي ترونها في المخطوطة التي في أسفل اللوحة ضمن دائرة حمراء. المخطوطة التي في أسفل الصفحة، اللوحة على اليسار، تجدون هناك كاف موضوعة ضمن دائرة حمراء. هذه اسمها كاف زنادية لأنها تشبه زند الإنسان. كاف بوضع كاف زنادية صغيرة بداخلها. تحولت مع مرور الأيام على يد الخطاطين إلى ما يشبه الهمزة وليست بهمزة. لاحظوا الكلام الذي بعد ذلك عن يمين اللوحة. انظروا اللوحة وقد كتبت باللون الأزرق كيف شكلها، هي رأس العين، بينما همزة الكاف هي التي ترونها باللون الأحمر. فهناك فرق بين شكل الهمزة وبين همزة الكاف. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك، تبين لنا كيف كانت الكاف وكيف تطور شكلها. هذا الشكل إخوتي الكرام الذي ترونه أمامكم هو الكاف، هكذا كانت تكتب، فلم تكن تلتبس باللام. لكن انظروا كيف بدأت تتحول على يد الخطاطين شيئا فشيئا إلى أن صار شكلها هكذا، ثم بعد ذلك حذفوا الجزء العلوي منها فصارت تشبه اللام. انظروا اللام إلى جانب أختها الكاف. أيوة، حدث اللبس هنا، حدث اللبس لأن الكاف صارت تكتب كاللام، فاضطروا إلى وضع الكاف الزنادية فوق الكاف العادية للتمييز بينها وبين اللام. هذه الكاف الزنادية كما نرى مع مرور الأيام تحولت على يد الخطاطين إلى ما يشبه الهمزة، كما هذا هو الشكل الأخير للكاف الذي نكتبه في إملاءاتنا الحديثة. الحروف التي بعدها الميم والنون والهاء. الميم إخوتي الكرام لا تشتبه بحرف آخر فليست بحاجة إلى النقط، وكذلك الهاء التي نراها عن يسار اللوحة. أما النون التي في وسط اللوحة فهي تشتبه بالباء والتاء والثاء إن اتصلت بما قبلها أو بعدها، يعني كانت على شكل سن، لذلك كما نرى نقطوها بنقطة واحدة من فوق. بقي في الآخر حروف المد الثلاثة، حروف العلة الثلاثة، الواو والألف والياء. التي على اليمين هي الواو، والتي في الوسط هي الألف، والتي على اليسار هي الياء. أما التي في الوسط فهي الألف، لكن لماذا يقولون لها لام ألف؟ لماذا لا يقولون ألف ويريحوننا؟ لا يقولون ألف لأنهم قد جعلوا الألف في أول الحروف صورة للهمزة. فهو الألف المنطوقة إخوتي الكرام، لا تنسوا بأننا ما زلنا نتكلم على الحروف المنطوقة. الألف المنطوقة إخوتي الكرام لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، أي إنها دائما مفتقرة إلى حرف يتقدم عليها على الألف يعني، ويكون مفتوحا. لو قيل لك انطق ألف ماذا تقول؟ لا يمكن أن تنطق ألفا إلا أن تضع قبلها حرفا. فأي حرف نضع؟ هل إذا قال لي قائل انطق ألف أقول له با، أم أقول له سا، أم أقول له قا؟ لابد من حرف قبل الألف، فاختاروا اللام لتكون هي الحرف الذي يسبق الألف.
فإذا قيل لأحدنا انطق لاما يقول لا لا. لماذا اللام بالذات؟ انظروا إلى اللوحة التي تلي ذلك. الألف المادية التي في نحو قال عسى ضحاها، هذه هي الألف المادية. انظروا إلى هذه اللوحة التي تلي. انظروا إلى كلمة الجبل. الجبل، هل رأيتم اللام التي في أول الكلمة؟ لام ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن، هي لام التعريف. الجبل، والعرب لا تقول الجبل، لا يبدأون بساكن. في اللغات الإنجليزية والفرنسية مثلا يبدأون بالساكن، ما عندهم مشكلة، لكن العرب في زمن النبوة ما كانت تبدأ بساكن، كانوا يبدأون بحرف متحرك. واللام، اللام التعريف التي نراها أمامنا ساكنة، لام ساكنة، ولا تبدأ العرب بساكن. فما الحل؟ الحل أن يتقدم على اللام الساكنة حرف متحرك، فاختاروا في زمن النبوة أن يكون هذا الحرف هو الهمزة الجبل، وصورته في الخط ألف كما نرى الجبل. إذن اللام في يوم من الأيام احتاجت وافتقرت إلى حرف يتقدم عليها فخدمتها الألف، خدمتها همزة الوصل على شكل ألف. الآن الألف مفتقرة ومحتاجة إلى حرف يخدمها ويتقدم عليها، فأي الحروف أولى برد الجميل؟ اللام. لذلك اختاروا اللام فقالوا عن الألف لام ألف. من هنا قيل لها لام ألف. هل عرفتم سر اللام ألف التي نجدها في آخر حروف الهجاء؟ هذا، انظروا إلى اللوحة التالية لو سمحتم. أيوة، هي الجبل. الآن نأخذ اللوحة التي بعدها. هكذا الألف احتاجت إلى حرف يتقدم عليها فخدمتها اللام، هكذا صارت الألف المادية. إذن هذه هي الحروف المنطوقة. وأما الحروف الأبجدية كلمتين نتكلم عليها ولكن بعد الفاصل إن شاء الله.